الحقوني، عايزين فلوس تحت الحساب. طيب ساعة واحدة بس والمبلغ يكون موجود. يعني انا ممكن اخرج منها بسهوله؟ اه طبعا. انت مش طرف رئيسي في القضيه، انت مش صاحب العقار. لا لا بالراحه، بس انا عايز افهم الحته دي. صاحب العقار هو المسؤول مسؤوليه كامله عن اي شيء داخل العقار، وانت بالنسبه له مجرد حارس، يعني اجير بتشتغل بلقمتك. ما انتش صاحب العقار وما انتش مسؤول عن نشاطه اذا كان نشاط مشبوه ولا مش مشبوه. يا عمنا انا لو قلت الكلام ده ابقى لبست شوقي بيه في الحيطه. مين اللي قال لك كده؟ مش هتلبسه ولا حاجه. لا افهم بقى. شوقي بيه ده مش اشترى العقار ده من حد كان ساكن فيه قبليه؟ ايوه. قشطه. اشتراه من قد ايه؟ يعني اسبوعين ثلاثه تقريبا. حلو قوي. يبقى كل القضيه دي في الجلاش والراجل ده يطلع براءه. ازاي بقى؟ ازاي؟ يعني شوقي بيه اشترى البيت ده بحسن نيه على اساس ان الراجل ياخد كل متعلقاته وشوقي بيه ياخد البيت بعد كده. ماشي؟ ماشي. من حق شوقي بيه بقى ان هو يتردد على العقار بصفه الشاري الجديد، لكن كل المنقولات والاشياء اللي داخل العقار تخص السكن القديم. صح ولا غلط؟ عليا النعمه، صح الصح. 10 على 10. تشرب شاي؟ هو هنا في شاي؟ يوه طبعا. طبعا. خد. هو ده الشاي؟ انا عايزك كده تمخمخ وترستق نفسك. اه. ماشي، وتقول لي اللي نفسك فيه عشان مخك النور ده يشتغل. ولع ولع. بس انا كده بقى عايز ورق القضيه. ورق قضيه؟ امم. اه بس ده صعب. لا صعب ايه؟ لازم يا ابني الورق ده يبقى تحت ايدي. ايه الشاي ده؟ لازم احط ايدي على كل حيثيات الحكم. اه حس بقى حساسيات دي، سيبنا ارتب لك الحكايه دي. طب وعايز ورق قضيه شوقي بيه برضه معاه؟ طب ليه؟ يا عم انت مش واخد بالك ولا ايه؟ مش القضيتين مرتبطين ببعض؟ مرتبطين ببعض؟ ما هو الورق ده عشان يبقى عندك كده انت لازم تقابل كارمن هانم. ما قابلها. صعب. هقول لها ايه بس؟ قول لها ايه يعني ايه؟ قول لها ان انا هخرجك انت وهو من هنا، وعشان اخرجكوا لازم اقابلها واعرف منها الحكايه كلها. طب انت عارف لو هي وافقت على الكلام ده وانت ما عملتش اللي قلت عليه هيحصل ايه؟ يا عم ما تقلقش، ان شاء الله يحصل كل خير، وانت هتتبسط وشوقي بقى هيتبسط والست كارمن هتتبسط. ما تقلقش. هات بقى كوبايه الشاي فخم. اتبسطت؟ خد اتبسط. الشاي يا ابني.